الاي سي او هو تحسين محركات البحث. ده بيكون لجوجل. جوجل لما تكون عايزه تشوف موقعك، لما يكون عندك موقع عايز يظهر في جوجل، لازم تحسن الموقع عشان خاطر يظهر في جوجل. ازاي احسن الموقع؟ بحسن سرعته، بشوف الكلمات المفتاحيه اللي الناس بتخش تبحث عليها في جوجل. نيه الزائر او الباحث اللي داخل على جوجل، هل هو داخل مثلا يبحث عن حاجه عشان خاطر يعرف هتعمل ازاي، ولا داخل يشتري حاجه، ولا داخل يشترك في خدمه معينه، او داخل يشتري منتج معين؟ ده بعرف من خلال نيه الباحث، ودي بعرفها من خلال الكيورد او الكلمات المفتاحيه. طب يبقى احنا زي ما قلنا ان الكلمات المفتاحيه دي اللي بنعرف نحدد من خلالها الزائر ده داخل ليه. فاي موقع دلوقتي محتاج حد يظبط الموقع بتاعه عشان خاطر يظهر في جوجل، عشان خاطر الناس تخش تشتري المنتج اللي موجود على الموقع او تشترك في الخدمه اللي موجوده على الموقع. اهميته بالنسبه للشركات الستارت اب اللي محتاجه تكبر في السوق، لازم تظهر في جوجل، فلازم حد يحسن المواقع دي. ففي 2030 المجال ده يكون مطلوب جدا عشان خاطر شركات كتير هتحتاج تظهر في جوجل، فلازم حد يكون بيعرف يحسن محركات البحث او يحسن الموقع لمحركات البحث جوجل وغيرها.